كل سنة وانتم طيبين. حديثي لمرضى الروماتيزم بالذات الستات. خلص الشهر، تعبنا، عملنا مجهود، وقفنا في المطبخ، صلينا وصمنا وقرينا القرآن، عايزين بقى نتعافى، عايزين الجانب الروحاني اللي احنا خدناه من رمضان يستمر معانا. نقلل التوتر، نقلل الزعل، نطنش، ناخد بالنا من نفسنا، نحط نفسنا في المكان المناسب، ما نفضلش فقط عايشين عشان الآخرين. الكلام اللي بقوله ده مهم جدا جدا جدا، وهو بيفرق في النفسية جدا، وبالتالي بيقلل التوتر وبيحسن المناعة، وبالتالي المرض بتاعنا بيهدى. وما تنسوش كمان الدروس اللي احنا خدناها في رمضان طلعنا بيها من تقليل التوتر، من ان احنا نخلي علاقاتنا بالناس خفيفة بدون توتر وبدون ألم، احنا هنحط أعذار للناس، ان احنا نعرف ان الابتلاء اللي احنا بنمر بيه ده له نهاية، وان الأنبياء كلهم انتصروا في النهاية، في نهاية قصصهم. والعيد جاي، ما تتعبوش نفسكم، وكل سنة وانتم طيبين.